سر نكهة الحواوشي اللي هيخلي ريحته تملي البيت والكل يسأل عملتيه ازاي؟ لو نفسك تعملي حواوشي بطعم المحلات الكبيرة والريحة تشهي من أول ما يدخل الفرن، فالخلطة دي هتفرق معاكي جدا وتديكي طعم غني ومظبوط على أصوله. مكونات خلطة بهارات الحواوشي: 1 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كبابة صيني، ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، ربع معلقة صغيرة قرفة، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، ربع معلقة صغيرة قرنفل مطحون. طريقة التحضير الصح: اخلطي كل البهارات مع بعض كويس جدا وحطيهم في برطمان نظيف ومحكم الغلق علشان الريحة والطعم يفضلوا مركزين. طريقة الاستخدام: الكمية دي تكفي نص كيلو لحمة مفرومة للحواوشي، ومع اللحمة ضيفي بصلة كبيرة مفرومة ناعم، فلفل أخضر حامي أو رومي حسب الرغبة، ملح مظبوط، طماطمية صغيرة مبشورة لو بتحبي العصاجة طرية شوية. سر المهنة: رشة صغيرة جدا شطة مع معلقة صغيرة دهنة أو ليا مفرومة مع اللحمة تديكي طعم حواوشي المحلات بجد. النتيجة: ريحة تفتح النفس وطعم غني ومتبل صح وقرمشة خطيرة تخلي الكل ياكل وهو ساكت. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.